نادي الاهلي لعب امبارح مع نادي انبي وفاز عليه 2-0. نادي الزمالك لعب مع نادي الداخليه وتعادل معاه 1-1 بشق الانفس. الموضوع يخلص على كده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص خد الثلاث نقط، وسع الفارق مع نادي الزمالك ل5 نقط في صراع الصداره. طيب نادي الزمالك يسكت؟ لا. رئيس نادي الزمالك بعد المباراه وتعادل نادي الزمالك طلع تصريحات غريبه وعجيبه. طلع تصريحات ان احمد فتوح لاعب نادي الزمالك وعبد الله جمعه بيتعاطوا المنشطات او بيتعاطوا المخدرات، وهناك علاقات، يعني ايه علاقات نسائيه وكده بقى. فكلام صعب جدا، وان هم طلعوا من قائمه نادي الزمالك لما عرفوا ان فيه لجنه المنشطات هيبقى في عينات من لاعبي الفريقين بعد المباراه. بناء على كده خرجوا من قائمه مباراه نادي الزمالك ونادي الداخليه. انا دلوقتي يا جدعان عايز اسال سؤال. رئيس نادي هو اللي بيخرج بنفسه بيقول ان اللاعيبه دي ده موقفها. طب انت عارف موقفهم، ويعني اللعيبه دي عندك بتلعب بقالها فتره موجوده معاك، واحمد فتوح لاعب منتخب مصر، ما قلتش الكلام ده قبل كده ليه؟ وازاي سمحت ان في 2 لاعبين عندك بيتعاطوا مخدرات او بيتعاطوا منشطات وعليهم جدل زي ما حضرتك بتقول كده؟ ولا هم كانوا لما بيلعبوا وبيتألقوا كان كويس ومفيش اي مشكله؟ تصريحات طبعا غريبه جدا من رئيس نادي الزمالك على 2 لعيبه، وفيهم طبعا احمد فتوح لاعب المنتخب المصري ولاعب مهم جدا في المنتخب المصري وفي نادي الزمالك. لكن التصريحات كانت غريبة، وان احمد فتوح لو جاي له عايز يروح النادي الاهلي يجيب عرض من النادي الاهلي وهو هيسيبه. يعني مفيش ابدا رئيس نادي بيقول كده. يعني انت كده اصلا بتدمر اللعيب نهائي. يعني انت كده بالمنظر ده حتى اللاعب لو عايز يخرج لفريق تاني مفيش فريق في العالم هيرضى ياخد لاعب بيتقال عليه ان هو بيتعاطى منشطات وله في الحريم والكلام ده. تصريحات غير موفقه تماما من رئيس نادي الزمالك، بتزيد الازمه مع المدير الفني فيريرا. سمعنا برضو اخبار ان كان هيبقى في اجتماع مع رئيس نادي الزمالك وفيريرا رفض، وان هو بيتكلم في ان هو المسؤول عن فريق كره القدم. ايضا كمان الكابتن اسامه نبيه اعتذر عن استمراره في الجهاز المعاون لمستر فيريرا. الوضع في نادي الزمالك مش في احسن صوره، مع انه هو الموضوع كله مباراه كره قدم. يعني الموضوع كله ان نادي الزمالك تعادل مع نادي الداخليه، مش اخر الدنيا، ولا كل الفرق في العالم بتتعادل، كل الفرق في العالم بتتهزم. لكن يعني الموضوع تحس ان هو فيه كده زي حاجه زي حرب كده داخل نادي الزمالك واروقه نادي الزمالك مع فيريرا، شويه مع الكابتن اسامه نبيه. وبعدين انا شايف ان الموضوع بامانه مفيش مشكله خالص ان المدير الفني يقول انا اللي بتكلم وانا اللي بوجه تعليمات وانا اللي بدي تعليمات للاعبين، وده كلام من حقه لان هو القائد للفريق، وهو كلمته هي الاولى والاخيره على جميع اللاعبين. ناس كتير جدا في الاعلام كبرت الموضوع ازاي مستر فيريرا مدير فني نادي الزمالك يعني يتكلم كده مع الكابتن اسامه نبيه وابن من ابناء نادي الزمالك. لكن انا بصراحه شايف ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه. المدير الفني وهو اللي من حقه يدي يعني يوجه اللاعبين على الخطوط، من حقه انه كل الدكه تبقى موجوده قاعده. هو ساعات في بعض الاحيان المدير الفنيين بيسيب المدرب المساعد هو يدي بعض التعليمات، لكن لو ما حبش ان المدرب المساعد يدي تعليمات فده شيء طبيعي جدا وشيء عادي. لكن شايفين دلوقتي حرب على نادي الزمالك. فريق نادي الزمالك في الفتره وفي السنتين الاخرى كان مستواه كويس جدا. يعني هنشوف بقى ايه اللي هيحصل ما بين بقى اداره نادي الزمالك ومستر فيريرا، وهل فعلا هتطور الموضوع، لان هو يعني حابين يقيلوا مستر فيريرا من منصبه. انا شايف ان في استقرار في نادي الزمالك، في بعض سوء النتائج من اللاعبين، لكن ده دروب طبيعي. اكيد هتكسب النادي الاهلي، اكيد مش هيكسب كل المباريات اللي جايه. يعني الموضوع بتتكلم في فرق 5 نقط، لسه الدوري بدري، ومش مباراه او مباراتين تعمل كل ده في نادي الزمالك. قائد فريق نادي الزمالك في مباراه اسوان عزم اللاعبين على زي ما الناس كلها عرفت فسيخ ورنجه والكلام ده كله. الحدث خد اكبر من حيزه، والنادي الزمالك لو كان فاز على اسوان ولا كان حد هيهتم بالموضوع ده اطلاقا. يعني الموضوع بياخد حيز كبير جدا في حاله الضربات اللي بتحصل في المباريات مع الانديه. طبعا نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في المرحله اللي جايه، ونتمنى الاستقرار بقى، لان الاستقرار ده هينعكس على الكره المصريه والمنتخب المصري. المنافسه دايما موجوده ما بين النادي الاهلي والزمالك، بتخلي شكل الدوري المصري كده حلو وجميل، وتخلي الكره حلوه في مصر، وتخلي فيه منافسه لاخر لحظه. اتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك، وايضا التوفيق للنادي الاهلي وكل الانديه المصريه في مباريات الدوري المصري.